وبدأ يقول لي عمر انت هتخرج هوا؟ قلت له اه. قال لي خلي بالك الفنانين مش هيجوا لك في البروفا، مش هتعمل بروفا، ان شاء الله تبدا ترتب من مساعدين الاخراج بتوعك حركتهم وقفتهم، ما تجودش في الهوا، انت اوعى تستخدم البتاعه الطبليه اللي بتطلع دي ترتفع لانها ممكن تقف بالمطرب وهو طالع. قال لي موزع مساعدين اخراجك ازاي؟ قلت له معايا اللي كنا نتكلم فيه لاسلكي ده اسمه قال لي اوعى تستخدمه، لو عطل منك في لحظه هيقف شغلك مع مساعدين الاخراج. اعمل سلسله من مساعدين الاخراج، يعني واحد هنا فشايف اللي هنا واللي هنا شايف اللي هنا، فكل واحد بيبلغ التاني في حال حدوث عطل. قعد يديني درس ازاي اشتغل بالليل. لما كان جاي علشان يعمل في الاي ار تي فوازير شريهان، وانا كان منوط بيا وقتها، كلفوني باني هعمل حلقات منفصله متصله ميكنج عن لقاء حسين كمال مع شريهان في عمل استعراضي ضخم وفرت له الاي ار تي كل الامكانيات اللي ممكن تتصوروها. حكايه طويله وقصه مش هقدر احكيها كلها بتفاصيلها الحقيقه، بتفاصيلها الموجعه والمؤلمه، لان هذا الرجل دفع من صحته، من عمره، من حياته، من الوجع ما لا يتصوره مخلوق. كل عمله حسين كمال خد منه حته، ودخل بهمن بسبب مطربه كبيره جدا 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 هي اللي دخلته بهمن، وقعد سنتين في بهمن. وعن فكره هو العذراء والشعر الابيض فوجئ بشاديه باختفائها والديكور موجود. هذه الحكايات انا سمعتها منه. ولما راح يعمل الفوازير وكان عنده حلم انه يعيد اسطوره حسين كمال الاستعراضيه مع شريهان، اتصدم صدمه عمره مع البنوته الصغيره اللي اكتشفها، اللي كان عنده حلم كبير انه يكمل معاها المشروع، حينما قررت الاستغناء عنه في عمل الفوازير وقالت انه انا مش هقدر. وساعتها دخل العنايه المركزه وحصل مشكله بينه وبين الاي ار تي، وانا كنت في الاي ار تي بعمل شغلي، وهموت هموت 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 عشان اعمل مع حسين كمال ساعه صفا. فعيشني مش هتصدقوا سنين، صدقوني انا قعدت ورا حسين كمال عشان اعمل معاه ساعه صفا سنين، بكلمكم جد. وهو كان بيضحك من فكره اصراري الغير عادي. بعدين رحت عامل ساعه صفا كان مبني على فكره اني بسجل مثلا مع 20 نجم بيطلعوا على الشاشه يسالوا النجم من خلال مواقف وقصص وحكايات، وبعمل فيلم تسجيلي عنه.